السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله حلقة جديدة وتوقعات جديدة، توقعات بتاريخ 10/3 يوم الحد. خليني الاول اقول لكم ان في ماتشات كتير اوي النهاردة، بس احنا هنتوقع منهم 6 ماتشات بس. اول ماتش باير ليفركوزن وفلوسفبرج. ده في الدوري الالماني، هنتوقع فوز باير ليفركوزن. تاني ماتش معانا هو يوفنتوس واتلانتا. الماتش ده في الدوري الايطالي في ارض يوفنتوس، برضو بنتوقع فوز يوفنتوس. الماتش التالت هو ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني. طبعا لا بديل للريال عن الفوز، لان طبعا الريال اتعادل اخر ماتش في الدوري مع فالنسيا، فالماتش ده لازم الريال ان هو يفوز فيه لو عايز يحافظ على صدارة الدوري، خصوصا ان جيرونا ابتدت ترجع في الصورة. يبقى احنا كده قلنا 3 ماتشات. رابع ماتش هو اتلتيكو بلباو ضد لاس بالماس. انا قلت فوز او تعادل اتلتيكو بلباو. طبعا الماتش في ارض لاس بالماس، لكن اتلتيكو بلباو فرقة كبيرة وفرقة تقيلة، يعني تقدر ان هي تتدارك الماتش ده، تخرج منه بتعادل او بفوز. الماتش الرابع اللي معانا هو توتنهام واستون فيلا. الماتش ده شغال حاليا. متوقع فوز توتنهام مع انه في ارض استون فيلا. الماتش الاخير اللي معانا هو نادي ميلان ونادي امبولي. هو فوز، نتوقع فوز نادي ميلان. برضو الماتش شغال بقاله ربع ساعة اهو. طبعا الناس اللي هتقولي طب انت ليه ما توقعتش ماتش ليفربول ومانشستر سيتي؟ هقول لهم الماتش بتاع الليفر والسيتي ماتش معقد جدا، بس اللي عايز يتوقع انا لو هتوقعه، هنجيب الاول ماتش الليفر اهو. لو هتوقعه لوحده، مش في قسيمة مطولة، ومش هتوقع فوز اي فريق من الفرقتين. الماتش ده انا بقول ممكن يخلص تعادل، بس لو هحط توقع مش هختار اي فوز او هزيمة او تعادل، بس هقول ان الماتش ده هيجي فيه اكتر من 3 اهداف. يعني هيجي فيه 4 اجوان. مش شرط الفريق معين، بس الماتش ده انا ممكن اقول هيجي فيه 4 اهداف، وده توقع بنسبة 50%. يعني انا مش متأكد من التوقع ده، بس خليني اوضح برضو القسيمة للناس اللي عايزة تعملها. القسيمة مطولة اهي زي ما هي واضحة قدامكم على الشاشة. ده رمز القسيمة اللي احنا عملناها دلوقتي، اللي كنا بنتكلم فيها. الريت بتاعها مضروب في 8.6. في نهاية الحلقة بشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نتقابل في حلقات تانية. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.